أهلا وسهلا بأحبابنا متابعي قناة ديب أبو شالة. من أغرب المقابلات اللي عملتها بحياتي واللقاءات لقائي مع المطربة الراحلة الكبيرة نجاح سلام، وهي وعم تحكي لي عن طليقها المخرج أبو الأفلام اللبنانية محمد سلمان لما تجوزت من بعده عازف الأورجانيست فؤاد مؤمن. كانت كلمة تختلف مع فؤاد مؤمن يجي هو ويصالحهم، طليقها يصالحها على جوزها. قصص غير كتير غريبة عجيبة خبرتنا إياها نجاح سلام المطربة الرائعة اللي نحن بانتظار حديثها القيم جدا والغريب غريب غريب. تابعوا معنا. ست نجاح سلام، شو هي أفلام السينما اللي أخرجها الأستاذ محمد سلمان كنت أنت موجودة بهالأفلام هاي؟ شوف حقول لك، لا شك أني أنا في الأول يعني بقول لك وراء كل رجل ناجح امرأة. أنا أول ما سلمان حب يعمل إنتاج سينمائي، أنا اللي كنت بالأول كتير مآمنة فيه لغاية هلأ. طبعا المنتجين بيخافوا على مصرياتهم، والفنانين اللي أسمائهم كبيرة بيخافوا يجوا يسلموا إمكاناته الفنية لمخرج أول مرة. بدليل لما حاول أول فيلم يعمله سلمان كتير من الفنانين رفضوا يتعامل معه باعتبار انه جديد لسه، بقول لك نحن مش معقول حيجي نسلم امكانيات لنا مخرج محمد سلمان بجوز يسقط كذا. انا الوحيد اللي كنت بآمن فيه، فهو لقيته اخذ على خاطره شوي. قلت له ليش تزعل؟ ما تزعل ابدا. فكنت انا في الوقت حامل بسمر، قلت له بس استنى لما اولد، لما ابيض ما اولد. وفعلا بعد ما ولدت بالسلامة وجبت سمر، وسمانا الشركة اسمها سمر فيلم، عملت له 6 أفلام، يعني بطولتي أنا وإنتاجي أنا وهو. حتى ثبتت له أقدامه كمخرج. طبعا أول فيلم كان اللحن الأول، الفيلم الثاني اسمه الكل يغني، كان أستاذ بديع الصافي. رجعنا عمل فيه سلام على الحب أنا وفهد بلان، وعملنا فيلم لبناني يغني كمان. ورجعنا عملنا فيلم، آخر فيلم أنا عملته أنا أبو سمر اسمه مرحبا يا الحب. هذا الألوان كان من أحسن الأفلام، يعني أفلام دمها خفيف وبعدين فيها شخصية محمد سلمان، فثبت أقدامه كمخرج وبقى كويس. وحتى هو بيقول أنا إذا كان يعني أصبحت مخرج يوما ما بيكون الفضل لنجاح، لأنه كتير شجعتني، وأنا كنت مآمنة فيه حقيقي، لأنه فنان ومن كل شيء، شاعر ممتاز، مغني كويس. وبعدين أبو سمر في شغلة عجبتني كتير، لا شك بأنه لهالوقت ما شاء الله يعني إمكانياته الصوتية كويسة كتير. بس بيقول لك أنا يعني هو بيقول لك سمن، بيقول لك أنا مش معقول أطلع على المسرح وغني هيك، فاتجه للإخراج. لأنك قال لك أنا صوتي مثلا مش خارق لهالدرجة حتى ضل مطرب. وبعدين هو بحياته يعني كتير دمه خفيف وكوميك ومرح ما بيقدر يعني يلتزم بحفلات، فلذلك اتجه للإخراج، وبرافو عليه، يعني عارف الشيء اللي ممكن ينجح فيه هو. يا ست قديش الساعة قوليلي قديش الساعة، يا ست قديش الساعة قوليلي قديش الساعة، لو حامل ساعة ما سألت وحياتك مش حامل ساعة. يا ست يا ست يا ست قديش الساعة، يا ست قديش الساعة قوليلي قديش الساعة، يا ست قديش الساعة قوليلي قديش الساعة، لو حامل ساعة ما سألتك وحياتك مش حامل ساعة. يا ست يا ست يا ست قديش الساعة. نجح كمخرج، يعني أقول لك عامل سلمان يمكن حوالي 23-24 فيلم، ناجح منهم 23 أو 22 فيلم. لما مخرج يعمل أفلام القد ويسقط منهم 2 هيدا تحفي، والحمد لله بعده ماشي وكويس ممتاز يعني. يا واد يا حتة سكرة يا بطاقية مشجرة، طب يا واد يا حتة سكرة يا بطاقية مشجرة، يا واد يا حتة سكرة يا بطاقية مشجرة، وجيت طاقية ورايح فين والجلابية دي الجلابية. طيب
مدام نجاح سلام أول مرة وقفتي فيها قدام الكاميرا وكان وراء الكاميرا زوجك أبو سمر اللي هو الفنان محمد سلمان. تخانقتوا طب أنا بدي أفهم شو صار بيوم أكيد تكون بعد ذكرتك تتذكر هالموضوع ده. اتخانقنا هو ابو سمر كتير حركي دايمي. خانقتوا كلاميا بس؟ لا اصل عمري ما نتخانق الا هيك، وبعدين خنقنا دمه خفيف يعني مش نتخانق صريح. اول انا ما بحب الصريخ لانه انا كتير بخاف على صوتي. هلا انا بغني 10 ساعات ما بتعب، بس اذا انفعلت مره وصرخت صوت واحد بقعد جمعه مبحوحه، لانه المغنى منظم، الكلام بالصريخ فوضى فبيعمل شرخ في الاحبال الصوتيه. فكان اعتقد كنت انا عامله لبس يعني يتناسب معي انا. هو بده يحط لي غطا لان دوري دور فلاحه من الجنوب. الغطا اللف دائما بيليق للوجوه اللي شوي متطاوله، الوش المدور مش حلو عليه. البس الغطا، بدلت الغطا، ما بدي البس الغطا وبطلت صور، روح صور واحده. المهم دائما بس يعني لازم بالاخر يحس انه انا عندي حق، لانه كل واحد بيعرف الشيء اللي بيلبق يابا قلبي ما دريش بي، يابا قلبي ما دريش بي، يابا قلبي ما دريش بي، غير دقاته شو عمل بي، شو عمل بي. يابا قلبي ما دريش بي، يابا قلبي ما دريش بي، غير دقاته شو عمل بي، شو عمل بي. شاف الزينات عاملين دوار، شاف الزينات عاملين دوار، والكل يابا مثل الأقمار. شاف الزينات عاملين دوار، شاف الزينات عاملين دوار، والكل يابا مثل الأقمار. وسطهم كوكب سيار، وسطهم كوكب سيار، بيضوي عليهم من عينيه، من عينيه. وبعدين في فيلم يا سلام على الحب انا ما عمال عرفنا هلا، بس رجعتي حطيتي الغطا ولا ما عاد حطيتيه؟ لا حطيت الغطا بس بطريقتي انا الخاصه. إيه. وبعدين دايما كنت اقول له يا ابو سمر، هو دايما لما بيكون عم بيخرج فيلم على طول واقف، رغم انه في له كرسي يقعد عليه مكتوب عليه المخرج محمد سلمان، على طول واقف. ابو سمر عود ما بيسوى، عود ما بيقدر، حركه دايمه فظيعه، بيفضل واقف من ساعه ما نخش الاستوديو لغايه ما نظهر وهو واقف، وبيجي على البيت ببلش ينق اجري اخذ. قلت له هلا حاجه تنقل لي بقى، بتوقف طب ما تقعد شوي حتى تيجي مرتاحه على البيت. يا جرح قلبي الجرح يؤلمني، قلبي بعد قلبي يهوي مش عادي يلزمني، يا جرح قلبي وبعدين مرة كمان الله ستره من شغلي صارت معه عم يصور فيلم حتى هون في القاهرة، واقف وعم يرجع رجوع، كانوا عم يصورينه في مسرح، وبتعرف المسرح بيبقى فيه هيدي الملقن اللي بيقعد فيها، عم يرجع وراح نازل قاشط بالهيدا بالحفرة. وبعدين ربك حميد الحمد لله انه سمين، لو رفيع كان انكسر في شيء، اللحم اللي عنده رد عنه. يعني دايما. وبعدين بيسمع كلامي، يعني هو هلا صار يسمع كلامي اكثر كمان، في الاول دايما له طمعيه شوي، هلا بالعكس ما بيعمل عمل الا بيستشيرني فيه، اي عمل بده يعمله لازم يسالني فيه، وانا دايما بدله للصواب اكثر. مش معقول في انسان بتحب ابو اولادها يكون مش يعني تعبان او خسران او يكون في اي شيء بيضايقه في حياته، فهو على طول بيلجأ لي باي مواقف حرجه شوي. بالحرب والكفاح وشعل في الجراح
تنير درب الثورة يا حبيبتي. يعني فينا نقول بالإضافة لإخراجه السينمائي لأني كم فيلم؟ حوالي 24. حوالي 24 فيلم. بالإضافة لل 24 فيلم أخرج انا عملت عمل إخراج رائع لبنتين، كان القصة والسيناريو لنجاح سلام وإخراج محمد سلمان. محمد سلمان او تنفيذ وابداع محمد سلمان. احلى فيلمين بالعالم في حياتي كانوا. يا ريتنا جبنا اكتر بس ما كان في نصيب. وبعدين شيء طريف لما بزعل انا وجوزي، طبعا ما في حدا ما بيتخانق، لما بزعل انا وجوزي هو بيصالحنا. هو بقول له معلش يا فؤاد، طول بالك نجاح كويس كتير بس نجاح كتير كوريكت كتير دغري في حياتها. ما بحب الكذب ابدا. انا مبدئي في الحياه الانسان اللي بيكذب مهزوز الشخصيه ابدا. حتى في مع زوجي بقول له يا فؤاد الصدق بالنسبه لي احسن، الكذب ممكن يخرب بيت. فلذلك ابو سمر يعني كان ما يتوصى، كان يكذب كتير علي على فكره كتير. يقول لي مثلا رايح محل الفلاني يكون راح يكون راح على الروشه. كتير كان يكذب علي بالاول، كذب ابيض، عرفت كيف؟ واعرف على طول بس اطلع فيه اعرف هيك سبحان الله، اعرف من لانه واضح ما في خبز يبان على وشه كل شيء. فهو يعني بيكون دائما ساعات واسطة خير بيني وبين جوزي لما بنتخانق. وبعدين ما تزوج ابو سمر لانه بقول لك انا مثل العصفور اذا حطيته بقفص ما بينتج. فابو سمر حلو وضل حر طليق. لولا سواد العين ما كان نور البصر، لولا سواد الليل ما كان ضي القمر، لولا سواد العين ما كان نور البصر، لولا سواد الليل ما كان ضي القمر. لا فرق بين لونين احنا جميعا بشر، لا فرق بين لونين احنا جميعا بشر. احكي لك مرة كمان، مرة زعلت منه. كنا مجوزين صرنا يمكن كنت حامل بسمر يمكن 4-5 شهور، وانا لما حملت ما شاء الله في الشهر الخامس زدت يمكن 15 كيلو. كنت ساكنه فين؟ كنت ساكنه بالحازميه انا والله يرحمها ام سلمان. طبعا انا اول مره بحياتي بترك يعني بعيش انا وزوجي وامه في بيت، معودي انا في بيت اهلي واخواتي وكنا عائله كثيره. صارت الساعه 12 ما اجى، وحده ما اجى، تنتين ما اجى، خفت صرت ابكي. قالت لي الحاجه ليه عم تبكي؟ قلت لها ما اجى سلمان. لا قالت لي ما هو. قلت لها لا يكون في شيء. كنت ساكنه جنب مجله الصياد، كان طالعه جديد بالحازميه وما كانش في عندنا تليفون. قلت لها امي لن تلفن، شوفي العقل الصغير نحن. قلت لها امي لن تلفن يلا. شغلت لك ام سلمان الحج هيك ونزلنا بنزله الصياد، يعني حوالي تقريبا 100 متر بيني وبينهم. نزلنا هيك وساعة 3 بعد نص الليل. شوف يعني الانسان تفكيره حقيقي، يعني الواحد بيفكر كيف. فدقيت على الباب، ردت علي الله يوجهها للخير مرت الاستاذ سعيد فريحه ام عصام. قالت لي مين؟ قلت لها انا نجاح. خافت، قالت لي شوفي فتحت لي. قلت لها سلمان ما اجى. قالت لي وسعيد ما اجى ليه خايف لك؟ معود. سعيد ما اجى. يا ريم وادي سقيف لطيف جسمك لطيف، يا ريم وادي سقيف لطيف جسمك لطيف، ما شفت انا لك وصيف، في الناس شكلك غريب، في الناس شكلك غريب، في الناس شكلك غريب. يا ريم وادي سقيف لطيف جسمك لطيف، يا ريم وادي سقيف لطيف جسمك لطيف، ما شفت انا لك وصيف، في الناس شكلك غريب، في الناس شكلك غريب، في الناس شكلك غريب. يلا ايام بتمر حقيقي. فبهاليوم انا لما اجى بقى زعلت منه. هو عنده كان ببغاء بيحبه كتير، مش ببغاء، كناريا بحبه كتير كتير، وفعلا كناريا تحفه كان. قلت له مثل ما زعلتني اليوم ان شاء الله هيك بيصير شغله بتزعل فيها يا سلمان. والصبح ما نلاقي لها الكناريا طار من القفص وتفرج على سلمان بالكيلوت بالقميص نص الشارع بالحزميه حامل شرشف وعم بيهول الكناريا لحتى يرجع.
يرجع على القفص يقول لي شفتي دقيت علي، يقول له لا كان مثل ما زعلتني اليوم، كش 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 قعد يهول على القفص هيك بالشرشف، وما كان يرجع، وبعدين قعد مقهور زعلان. قلت له يا دخيلك طول النهار بيصفر وهيدا. والله الساعة 6 سبحان الله، شوف 6 لقينا داخل القفص وحده العصفور. قال لي مش هيك، طب شوف شو حبعمل فيك. راح على مصر جاب لي 200 عصفور، هدول اللي بيحبوا بعض العصافير الغرام يا لطيف، وعمل لهم قفص وين. ايه والله لك شو هيدا، عمل لهم قفص على البلكون بجنن، وحط لهم شجر ووضبهم، والله لا يوريك الصبح صور 200 صفيره مع بعضهم. يا سلمان يا سلمان حرام حبيبي ابدا، يقوم يرتب لهم ويعملوا، بحب العصافير كثير. والحجة ام سلمى تقول لي حلو بفيقوني على صلاة الصبح، يا دلي بدي نام مش يفيقوك على صلاة الصبح. يوم اللي صار زلزال بال 56 طبعا ظهرنا كلنا من البيت، الظاهر بده يكون على الهزة انفتح الباب او صار شيء، طرنا جينا على البيت لقينا لك العصافير معبايه بهالبيت وبأوضة النوم وفوق السقف. يي شغل دعم، شو هيدا؟ احتلوا البيت. قلت له حرام طيروني يا ابو سمر، حرام. طاروا 200 طاروا برا. فيعني شوف قديش هو قلبه رقيق، يعني حتى شوف ضخامة سلمان وقلبه زي قلب العصفور، وحقيقي ممتاز. على كل حال كل اللي بطلبه من الله انه يمد بعمره بحسنة اولاده، لانه حقيقي اب مثالي وزوج فاشل وصديق عظيم عظيم عظيم. يا زمان الوفا أهلك وين راحوا، تركوا لي الجفا مرجع لرياحه. يا زمان الوفا أهلك وين راحوا، تركوا لي الجفا مرجع لرياحه. وحرموني الغفا يا زماني ناموا وارتاح، حرموني الغفا يا زماني ناموا وارتاح. يا زمان الوفا أهلك وين راحوا، تركوا لي الجفا مرجع لرياحه. حرموني الغفا يا زماني ناموا وارتاح، حرموني الغفا يا زماني ناموا وارتاح. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الجزء الثاني من الحديث المميز اللي ما سمعنا مثله أبدا من مطرب كبيرة راحلة اسمها نجاح سلام. وإن شاء الله بنلتقي نحن وياكم بعد بلقاءات أحلى وأحلى.